إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. الرفق هو رأس الحكمة، هو دليل كمال العقل، هو قوة الشخصية، هو زمام لضبط التصرفات والإرادات، هو مظهر عالي من مظاهر الرشد، بل هو ثمرة كبرى من ثمار التدين الصحيح. فيه سلامة العرض وصفاء الصدر وراحة البدن واستجلاب الفوائد وجميل العوائد. الرفق ينبغي أن يكون عليه المؤمن في تعامله وفي خلقه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف، إن قيد انقاد، وإن أنيخ على صخرة استناخ. تخبرنا مقولة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. تخبرنا أن نحذر العنف، لأن العنف يهدم ولا يبني، يفسد ولا يصلح، يفرق ولا يجمع. مصيبة يظن هؤلاء أن الرفق ذلة، والرحمة ضعفا، والأناة كسلا، والمداراة نفاقا، واللطف غفلة، ويظن الفظاظة رجولة وحزما، والقساوة قوة وعدلا، والتشدد تمسكا والتزاما. هي في الحقيقة ليست سوى انتكاس في الفطر وانقلاب في المفاهيم. أحبابي، ربنا عز شأنه رفيق بخلقه، رؤوف بعباده، كريم في عفوه، رفيق في أمره ونهيه، لا يأخذ عباده بالتكاليف الشاقة، ولا يكلفهم بما ليس لهم به طاقة. فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. سيجعل الله بعد عسر يسرا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. لو سار 1000 مدجج في حاجة لم يقضها إلا الذي يترفق. لم يغب عنا ذلك الأعرابي الذي جذب البرد غليظ الحاشية حتى أثر ذلك على عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تريد يا محمد؟ مر لي من مال الله الذي عندك. ماذا أجابه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام؟ التفت إليه ثم ضحك، ثم أمر له بعطاء. إنه الرفق منه صلى الله عليه وسلم بكل صوره ومعانيه.